الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد وأما قبل فلله الأمر من قبل ومن بعد. من أين أبدأ؟ كيف أبدأ؟ من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن، يا مهيمن يا مصور يا صمد، يا عظيم الفضل يا نعم السند. من أين أبدأ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. كيف أبدأ؟ الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام وتوافر الإنعام. توالت فضائله، عم نواله، حسنت أفعاله، تمت أقواله. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي. ارجع إلى الله واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، من حاربه فهو المخذول. فوالله لو صغنا من الدمع قصة وصار كتاب الحب بالدم يكتب، وسرنا على الأجفان نمشي محبة، على النار نشوى أو على الجمر نسحب، لما بلغت ما تستحق جهودنا، فكل لولا المشقة مذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصابع الذنوب تشير إلى الغفار، ألسنة الفقر تدعو الغني، أكف الضعف ترفع للقوي. إن قدرت أو سبحته أو مجدته، فهو الذي على صغر سني أنطقني وعلمني، فهو الذي على صغر سني أنطقني وعلمني. إخوتي الكرام، من لا يحب رسول الله؟ من لا يحب رسول الله وقد أضاء الكون ببعثته؟ أحبك يا رسول الله، أحبك حبا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال سراب، ومنحتك الود الصريح وإنه عليه دليل ظاهر وكتاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا إلا لينشر الخير. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما لا وقد زكاه الله، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في قلبه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في لسانه، زكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. ما نال الله على النبي في القرآن
مجردا قط. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أتعرفون لماذا نحبه كل هذا الحب؟ لأنه رسول الرحمن وصفوة الإنس والجان، أرسله الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ثم إننا وجدنا فيه الإمام الذي كملت فضائله وتمت محاسنه، فقد أثرنا بهذا الخلق العظيم، فوجدنا في اتباعه جنة من الإيمان بعد نار الوثنية. فهو الذي زكى أنفسنا وطهر ضمائرنا وملأ صدورنا بسعادة بعد الاضطراب والهموم، وبنى في قلوبنا صرح اليقين بعد الشك والانحراف. كان الناس قبل بعثته كالبهائم، لا إيمان لا آداب لا نور، حياة مظلمة ليس لهم في الحياة رسالة، قلوب أقسى من الحجارة، نفوس أظلم من الليل. فلا دم معصوم ولا مال حلال ولا مجتمع يحترم الفضيلة ولا شعب يحمي المبادئ فلما أراد الله إنقاذ هذه البشرية وإسعادها أرسل إليهم محمد، فكأن الناس ولدوا من جديد وكأن الأرض لبثت ثوبا جديد. لقد أحبه أصحابه لأنه وصلهم بالله وهداهم إلى صراطه المستقيم. لقد جاء إليهم وهم عاكفون على أصنامهم فصاح بهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصلى بهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج بهم فقال: خذوا عني مناسككم. وعلمهم السنة فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالله أنقذهم به من النار وبصرهم به من العمى وأصلحهم به بعد الفساد وهداهم به بعد الضلالة وأرشدهم به بعد الغي. كيف لا نحبه؟ كيف لا نحبه وقد زكاه الله؟ كيف لا نحبه وحديثه يرن في الآذان ثم يعبر إلى القلب بكل فضيلة وكل خلق شريف؟ فسعادة العبد إنما هي في الاهتداء بهديه، لأنه هو الوحيد من بين الناس الذي يدور معه الحق حيثما دار. لأنه هو الوحيد من بين الناس الذي يدور معه الحق حيثما دار. أخي في الله، أما آن الأوان أن نشهد لحب هذا النبي الكريم شهادة عملية حتى تعرف الدنيا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبنا. إخوتي في الله، أريد أن أوجه خطابا باللغة الإنجليزية ويشاركني فيه أخي أحمد زكي. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وقبل أن أقدم هذا الخطاب هناك إشارة بين يدي